السلام عليكم. انتهت مباراة مصر والسعودية بفوز منتخب مصر ب4-0. دلوقتي هوريك تعليقات وليد الفراج على فوز منتخب مصر على السعودية 4-0 في جدة في استاد الجوهرة. بس في البداية بكل أمانة عايز أقدم اعتذار لحسام حسن. حسام حسن أنا هاجمته كتير وقلت إن هو لا يصلح لتدريب منتخب مصر. أنا مفيش الاعتراف بالحق فضيلة. النهارده لا، الاداء مستوى عالي في جانب تكتيكي كبير جدا من حسام حسن، وكمان في يعني حاجه مهمه جدا جدا وسعيده لجماهير الاهلي. هتقول لي ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ هقول لك، بس اسمع كده، بس اقول لك رد فعل عبد الله وليد الفراج وبعدين نسمع مع بعض اللي هنقوله. هنا في البوست الاولاني كان بعد نهايه المباراه مباشره قال الف مبروك للاشقاء في منتخب مصر الفوز العريض والمستحق امام شقيقهم المنتخب السعودي. ده على صفحته الشخصيه على منصه اكس. 4-0 مع الرأفة. مبروك لمحبي الكره المصريه الفراعنه في كل حالاتكم، مقاتلين فريقكم رجال. ده كان البوست اللي كان بعد المباراه مباشره. ليه بوستين تانيين تعليقين هوريهم لكم برضه على نفس المباراة، واحد قبل نهاية المباراة والتاني بعد نهاية المباراة برضه مباشرة بجانب البوست ده. البوست ده هو بيقول سنوات والناس تقول انقذوا المنتخبات وإدارة اللعبة تطنش. هو بيقول يعني ان ناس كتير بتقول المنتخب السعودي كان عايز انقاذه وإدارة اللعبة بتطنش وتعاند. لهذا فإن النتيجة الطبيعية ان الجمهور ترك لكم الملعب. كان في طبعا حضور جماهيري قليل جدا للجمهور السعودي رغم ان المباراة كانت في جدة في السعودية. لا أحد يريد حرق أعصابه في دعم فريق لا يمثل قيمة البلاد وإمكانياتها. بالمناسبة كان طالعين 3000 تذكرة للجمهور السعودي و25000 تذكرة للجمهور المصري. تذاكر الجمهور المصري بيعت بالكامل، أما تذاكر الجمهور السعودي اللي كان عددها 3000 لم يباع منها أكثر من 2000 تذكرة. هنا كان بيتكلم قبل نهاية المباراة وبيقول حارس مصنوع إعلاميا على حارس المرمى السعودي، يعني الحقيقة هو تسبب في هدفين منه مباشرة، مصنوع اعلاميا وجماهيريا، وقائد مفترض انه معتزل. هو بيتكلم طبعا على القائد الشهري منذ سنوات وفريق منهار نفسيا بلا روح، والمجموعة مع مدرب يتعامل معنا وكأن امكانياتنا البشرية مثل جزر سيشيل. لابد ان نصل لهذا المشهد مع كامل الاحترام طبعا لدولة جزر سيشيل. كنت وما زلت غير متفائل بمستقبل اللعبة في بلادي. دي تعليقات وليد الفراج. طبعا المباراة بكل أمانة كانت مباراة جيدة جدا، فيها روح قتالية عالية، فيها تكتيكس. بصراحة احنا ما اتفرجناش على مباراة لمنتخب مصر بالمتعة دي منذ تولي حسام حسن قيادة الفنية لمنتخب مصر. بكل أمانة أنا شخصيا حتى في كأس الأمم في تصفيات كأس العالم ما شفتش مباراة فيها روح قتالية عالية، فيها إصرار، فيها لعب من لمسة واحدة، فيها كرة سريعة زي المباراة دي. اي حد يختلف معاه من حقك، مفيش مشكله. لكن النهارده كمان في حاجه مهمه، التغييرات. اللعيبه اللي بتنزل احتياطي ما يقلوش عن الاساسي خالص، في سرعه، في روح قتاليه، في اداء، في فرص كتير بتروح حتى بدون محمد صلاح، مع كامل الاحترام لصلاح، لكن النهارده المنتخب بيثبت ان اللعيبه المحليين لعيبه قادرين على تحمل المسؤوليه. نيجي بقى للمكسب المخصوص للنادي الاهلي من المباراه دي. النادي الاهلي اول حاجه اللعيبه اللي كانت بتلعب في الشوط الاول كان فيهم 7 من النادي الاهلي. المباراه انا بقول رجعت ثقه لعيبه الاهلي اللي كانوا بيشاركوا لنفسهم، لان احنا كان عندنا مصطفى شوبير، امام عاشور، زيزو، مروان عطيه، تريزيجيه، محمد هاني، مش عايز انسى حد. لكن اللعيبه اللي كانت بتلعب، وطبعا شفنا كمان شارك كوكا يا جماعه نزل. يعني اللعيبه كانت بتأدي اداء كويس جدا، اداء محترم، اداء فيه روح قتاليه عاليه جدا يا جماعه. لا يعني حتى اللقطه دي البوست بتاع فيه اللي فيه وليد الفراج ده موجود فيه دلوقتي 4 من لاعبي النادي الاهلي اللي هو محمد هاني وزيزو وتريزيجيه وامام عاشور. الكلام ده يا جماعه احنا كنا مفتقدينه في مباريات الاهلي. طب لعيبه النادي الاهلي اهي وادائها عالي اهو. طب يبقى العيب مش في اللعيبه ولا العيب في المدرب بس ولا ايه؟ دلوقتي كان في حمله كبيره على لعيب النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي احنا شفناش منهم اداء
يرقى لمستوى امكانياتهم اللي احنا كنا متوقعينها منهم. لكن من المؤكد ان برضو المدرب ما قدرش يستخلص امكانيات اللاعبين، ومش على قد امكانيات النادي الاهلي للمدرب. المؤكد ان المباراه دي كشفت لنا ان احنا بكل امانه في النادي الاهلي عندنا عجلاتي مش مدرب، مع كامل الاحترام للعجلاتيه. انا بكلمك كمهنه، انت مهنتك غير المهنه المطلوبه للتدريب. ما هو انا لما اقول لك مثلا معلش انا عايز مهندس يعمل لي شغلانه واروح اجيب محامي، يبقى انا جبت واحد مهنه غير اللي انا طالبها، انا كده لازم هلبس في الحيطه. فاما اكون عايز مدير فني محترم على كفاءه عاليه واروح اجيب واحد امكانياته متواضعه، يبقى انا لا، لازم البس في الحيطه ودي تكون نتيجه. لكن من المؤكد ان المباراه اللي احنا شفناها النهارده لمنتخب مصر امام السعوديه من الجوده واللياقه البدنيه العاليه والكره الجميله والكره الحلوه والفوز الكبير، من المؤكد ان بيأكد ان المدرب عندنا فعلا مدرب عجلاتي. وبيؤكد فرصه كمان ان اللعيبه محتاجه تكنيك خاص واسلوب معين في التعامل مع نفسيات اللاعبين. ومن المؤكد برضو ان احنا ممكن نشوف في المباريات القادمه النادي الاهلي مستوى غير كبير. ولكن لازم نشكر الكابتن حسام حسن بكل امانه على الاداء اللي قدمه في المباراه، على التغييرات الكتير اللي عملها، على التعامل النفسي الكبير اللي اتعامل بيه مع اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي معظمهم جايين من حاله معنويه وحشه مع الفريق، خروج من دوري الابطال، اداء وحش، موقف متازم في البطولات وخاصه بطوله الدوري، وخروج من دوري الابطال، وهجوم من جماهير كتير عليهم، وحتى جماهير اهلاويه كتير بتهاجمهم، وعلى السوشيال ميديا وعلى كمان القنوات، وتحريض عشان مدرب يتعامل مع كل ده نفسيا مع اللعيبه ويخليهم يأدوا اداء كويس جدا، اداء راقي، اداء على مستوى عالي، يبقى برافو. غير الاسلوب التكتيكي والمهارات الفنيه، لا، عنده كمان تعامل نفسي مع اللاعبين. انا بحيي حسام حسن النهارده على، انا بعتبره هو راجل المباراه، بعتبر حسام حسن النهارده هو راجل المباراه، الجندي المجهول كل امانه. طبعا لان احنا شفنا طبعا داخل المستطيل الاخضر، شفنا زيزو عمل مباراه رائعه جدا جدا، شفنا التمريره اللي عملها امام عاشور لزيزو اللي هي جاب بيها الهدف الثالث. لا يا جماعه، حسام حسن بصراحه رجع الجوده والنفسيه العاليه للاعبي النادي الاهلي.